فعشان كده لازم ابتدي ادور على ناس بروفيشنال شاطرين اخد معاهم كورسات. وانا من الناس اللي يمكن لما بدات اخد كورسات انا ما قلتش انا هاخد كورسات اعداد مذيع، لا. انا خدت اعداد مذيع، اعداد مخرج، اعداد مذيع نشره، انا حتى كورس اللغه العربيه خدته بالرغم ان انا برنامجي بالعاميه. بس انا حابه ان انا اثقل الموهبه بتاعتي دي. طيب خلاص انا خدت كورسات وحسيت ان انا بقيت تمام، واساتذتي في الكورسات بيقولوا لي خلاص انت شاطره ويلا اهلي اتفضلي روحي اعملي الكونتنت بتاعك. ابتدي بقى اقعد مع نفسي وافكر ايه الكونتنت اللي انا عايزه اعمله. السواد الاعظم بيعمل ايه؟ بيقلد. ده اللي بيحصل، صح ولا انا غلطانه؟ ريهام عياد بتقدم محتوى تاريخي، يلا نعمل زيها. سامح سند بيقدم محتوى الجريمه، يلا نعمل زيه. فلان الفلاني بيقدم. كل ده غلط، لانك ببساطه هتبقى كوبي، تقليد. واكيد انتوا عارفين وبتشوفوا انا اللي بيقلدوني اكتر مني، يعني مش عارفه ازاي، يعني هما بيعملوا ماما عملت لهم ريهام عياد في البيت، يفشلوا. مش عشان ريهام عياد مفيش زيها، عشان الاصل موجود يا جماعه. هو انا ليه اتفرج على التقليد طالما الاصل موجود؟ انا لازم عشان انجح على السوشيال ميديا ببساطه كده لازم افكر انا اعمل ايه يجذب الناس عشان يتفرجوا عليا. طيب في محتويات كتير موجوده، لازم اعمل حاجه محدش عملها قبلي علشان الكونتنت بقى اكتر من الناس اللي بتتفرج عليه. انواع الكونتنت الموجود على السوشيال ميديا دلوقتي بقى اكتر من الناس. بقى في حاجه اسمها نو كونتنت اللي هو نو ميك اب انا مش فاهمه ازاي. خلينا نأكد شويه. فانا عايزه اول حاجه اعملها ان انا افكر انا هقول ايه للناس وازاي اطلع بمحتوى محدش قبلي عمله علشان الناس تشوفني وتتابعني. فكان حد بيسال بيقول ازاي الفت نظر الناس او ازاي ان انا اخلي الناس تتفرج عليا. اعمل حاجه محدش عملها قبلك، اعمل حاجه باسلوب ما تقلدش فيه حد، لانك لو قلدت محدش هيتفرج عليك اكيد. لو سرقت محتوى الناس مش هتشوفه وهتدخل تقول لك انت حرامي في الكومنتات، اكيد بتشوفوا الحاجات دي كتير. يبقى هعمل حاجه محدش عملها قبلي، هعمل حاجه مختلفه هقدمها بشخصيتي انا، مش بشخصيه حد انا بحبه او بشخصيه حد انا معجب بيه، لا، my own character. لان شخصيتك اللي هتطلع للناس دي هي اللي هتوصل لهم وهي اللي هتخليهم يا يحبوك يا ما يحبكش. طيب انا طلعت وعملت كونتنت على السوشيال ميديا، مش هنجح من بكره او هنجح بين يوم وليله. مبدئيا انا بقالي 5 سنين بعمل القصه ومفيها. نجحت ليه؟ لان لما طلعت انا عملت كونتنت ما كانش حد بيعمله قبلي